بصوا امبارح وانا مروح بالليل كده في محل كده فاتح تحت البيت عندي بيعمل فريسكا والفريسكا بالشوكولاته والحاجات دي. فلقيت عنده الطبق ده، فبقول له ايه الطبق ده؟ بيقول لي الطبق ده بيتعمل بيه ام علي. فانا الصراحه اعرف ام علي ان هي بتتعمل بالجلاش، انما تتعمل بالعجينه الغريبه دي. فبيقول لي ان العجينه دي هي طبعا هو مسويها، بيقول لي دي بيطلع بيها طعم ام علي جامد جدا. فانا الصراحه قلت نجيبها ونجربها، والطبق ده سعره 15 جنيه، فسعره برضو مش رخيص، سعره غالي. فتعالوا نجربها مع بعض ونشوفها هتطلع احلى ام علي ولا مش احلى ام علي. الخطة بقى كالآتي: أول حاجة احنا المفروض هنجيب اللبن ونسخنه كويس جدا، تمام، ونحط عليه السكر ونحط عليه فانيليا، ماشي. دي أول خطوة هنعملها. هنا طبعا أنا حطيت اللبن في البراد والبراد اتحرق، وربنا يستر وما اتضربش النهاردة. حد يطمني يا جدعان البتاع ده هينضف ولا مش هينضف؟ المهم ايه، أنا سخنت اللبن. أنا هنا كيس فانيليا، حلو كده، نفضيه على اللبن. ايه دي اول حاجه احنا عملناها كده، حطينا الفانيليا مع اللبن ونقلب. المفروض بقى ان احنا نحط السكر. بيقولك بقى على كل كيلو لبن المفروض تحط نص كوبايه سكر، تمام. فاحنا طبعا الكميه بتاعتنا اقل من كيلو، فاحنا ايه هنحط معلقتين كده بس كده، دول معلقتين كبار على ما اعتقد، كده هتطلع مسكره قوي. المفروض نقلب بقى عشان ايه السكر يدوب مع اللبن. بعمل لكم حاجات جامده انا والله، مستاهلش منكم ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لايك على الفيديو. تاني مرحله بقى، المفروض ان احنا هنجيب العجينه بتاعتنا دي ونقطعها في البوله دي. في حاجه بيستخدموها في ام علي بس الاماكن المحترمه يعني الاماكن الكبيره، اسمها باف بيستري، فاهميني؟ هي حاجه قريبه منها، بس التانية على ما اعتقد طريه عن دي شويه، بتبقى هشه كده شويه، بس دي برضو هتطلع حلوه ان شاء الله. خلصنا ايه اول خطوتين. دلوقتي بقى هنجيب الطواجن بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها، ونبدأ ان احنا ايه نملاها الكمية بقى اللي انتوا تحبوها. ها، برضو شوية مكسرات كده ايه، هنحط في كل طبق شوية. اخر حاجة بقى، والمفروض ان احنا هنملاهم باللبن الكمية زي ما انتوا بتحبوها، يعني ايه انا مش هغرقها قوي، واهم حاجة اللبن يبقى سخن. بصوا كده بقى ايه، نظرة أخيرة. هنا كنا حاطين عليها شوية سوداني، تمام. بصوا كده بعد ما أخدت لبن، دلوقتي بقى هنحط ايه؟ المفروض من فوق حط أي حاجة، قشطة، كريمة. أنا هنا القشطة دي مطلعها من اللبن، هنحطها كده على الوش، تمام، عشان برضو ايه تدي منظر ولون حلوين. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعهم. حطهم في الفرن بقى، وما يطلعوا نشوفوا شكلهم حلو ولا مش حلو. في عظمة بتحصل هنا يا جدعان، بصوا المنظر، شغل عالي حلو قوي كده. بصوا الحلويات، اوديكوا فين تاني؟ يلا بقى عشان ندوق. يلا ندوق، بسم الله. بصوا هو الصراحة طعمها حلو. في تركاية كده كانت عايزة تتعمل. أول حاجة اللبن كان عايز يزيد شوية، تمام. تاني حاجة المكسرات مش عايزة تتحط جوه، لا عايزة تتحط على الوش عشان ما تبقاش طرية. بس في الإجمالي يعني أدينا بنجرب والدنيا حلوة يعني. لو عجبتكم بقى متنسوش تحطوا اللايك المتين، وانزلوا دلوقتي اعملوا اشتراك في القناة. لو عايزين نجرب لكم أي حاجة في الدنيا اكتبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.